أهلا بيكم. زي ما متعودين هنعمل النهاردة حاجة حلوة سهلة وبسيطة، والأهم من ده كله أنا مش عايزة منك غير الدقيق بس. مش هنحتاج ولا زبدة ولا بيض ولا مكسرات ولا شوكولاتة ولا أي حاجة، وهتعجبك وهتعجب الولاد وهيتبسطوا بيها قوي. تعالوا نشوف هنعمل النهاردة فطاير بالسكر ازاي، بمكونات مفيش مكونات أصلا، هو الدقيق بس. هنحتاج 3 كوبايات دقيق، عليهم رشة ملح وعليهم معلقة سكر، وهنحط معلقة سمنة دي بس اختياري عشان تعزيز الطعم، مش عندك او مش عايزاها ما تحطيهاش خالص. هنبتدي نضيف المية بالتدريج. ال3 كوبايات دول ممكن ياخدوا من كوباية الا ربع الكوباية مية. هفضل اعجنهم كده لحد ما تشكل معايا عجينة. لكن لو ضفنا السمنة هبتدي ادوبها في الدقيق، احس ان الدقيق كله اتشرب من حتة السمنة اللي انا حطيتها. هنا هبتدي اضيف المية بس بنضيفها بالتدريج، ما بضيفهاش مرة واحدة، لان الدقيق بيختلف، في دقيق بيشرب مية كتير ودقيق لأ، فعشان كده ببتدي انزل على المية على الدقيق بالمية بالتدريج. الفطاير دي يا جماعة جميلة جدا ولذيذة قوي. كانت جدتي ربنا يديها الصحة والعافية يا رب تعملها لنا كده في الأجازة وتلمنا حواليها، نصحى نلاقيها عمالة تعملها وسخنة، بتبقى سخنة وهي جميلة جدا الوصفة والله. وفي نفس الوقت مش مكلفة خالص، مش هتاخد منك أي حاجة، هو بس دقيق وشوية زيت. فجربوها للولاد وابسطوهم، وربنا يوسع علينا جميعا يا رب ويفرجها وييسر الحال يا رب. بصوا يا جماعة العجينة لمت معايا ازاي، انا ما استعملتش حاجة غير معلقة السمنة والمية، لكن الزيت لسه ما حطيتوش، انا هستعمله وانا بشكلها بس. لكن بصوا هي لمت ازاي معايا. اعجنيها بس كده حبة حلوين، والمية كمان هي ما خدتش مني كوباية مية، خدت كوباية الا ربع مثلا مية على 3 كوبايات الدقيق. هبتدي اركنها على جنب واشكلها دواير كده، كل العجينة مثلا احاول تبقى نفس المقاس، وهنبتدي نشكلها. وهنا شكلتهم كور صغيرة كده، انتي بتشكلي على حسب الحجم اللي انتي عايزاها صغيرة عايزاها كبيرة، او عايزاها تبقى تخينة او رفيعة، بس هي بتبقى تتحمر بسرعة، فيستحسن ان انتي اما تيجي تشكليها تعمليها سمكها تخين شوية عشان ما تنشفش منك واحنا بنقليها. وهبتدي افردها كده خالص يعني اعملها خفيفة خالص. ممكن في اللحظة دي بقى هستعمل الزيت كده بس ايدي زيت، وابتدي افردها وارجع تاني اطبقها. وبنطبقها هنا من الأربع جوانب كده، بعملها زي شكل مربع. طبعا الشكل اللي انتي حباه عايزة تعمليها، هي ملهاش شكل معين، انتي عايزة تعمليها مربعة كده زي الظرف، عايزة تعمليها دواير كده زي الفطير العادي الأصلي، براحتك خالص، اعملي أي شكل انتي عايزاه. بس هي الفكرة في التطبيق دوت، انه بعد كده لما بتستوي بيخليها مورقة شوية شبه الفطير الأصلي. فاحنا الفطير بفرده قوي وارجع اطبقه، ده عشان ما احسش ان انا وانا بقليها هي عجينة، حاجة عجينة لا. الفطيرة حركة ان انتي تطبقيها كده كذا مرة، دي بتديها اكنها مورقة كده واحنا بنقليها.
be rolling my eyes, thinking I'll be alright with my guitar by my side. But now it's like 55 quid for my phone bill and a tenner for my bus pass too. I wish I could go back and tell myself that life is gonna hit you hard. They say money won't buy you happiness, but being broke really ain't a good time. So all I want is just to get paid. I know I ain't ashamed of trying to make a wage now. Money, 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 money makes the world go round. I need money, 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 money. Money got me feeling down. They said go and chase your dreams, but never told me that I have to wake up. I need money, 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 money. Somebody tell me where we go wrong. 'Cause nowadays it's like I gotta pay to breathe. Why are we romanticizing working 9 to 5 and stifling our dreams? They tell me think about the future, yeah, but what if I don't even وهنا بعد الكمية كلها ما طبقناها وخلصناها هرجع لأول واحدة عملتها وهبتدي أضغط عليها، بس مش هفردها المرة دي قوي، أنا عايزة سمكها حلو كده عشان أقليها. هبتدي أضغط عليها بقى، عايزة أعملها دايرة، عايزة أسيبها زي ما هي كده مفيش مشكلة، بس أضغط كويس على مكان التطبيق ده عشان ما يفكش مني في الزيت. وبس كده، مش هفردها خالص قوي زي أول مرة، هسيب سمكها حلو عشان ما تطلعش معايا رفيعة وناشفة بعد القلي. طبعا يا جماعة اللي انا عملته ده كله ما بياخدش مننا وقت، ما بياخدش مثلا نص ساعة ولا حاجة، عشان احنا كمان مش بنسيبها ترتاح ولا تخمر لان ما فيهاش خميرة ولا اي حاجة، هي مش محتاجة. بس هو انتوا شايفين، ممكن تبقوا شايفين ان انا عملت كذا خطوة، بس كل ده مش بياخد نص ساعة على بعض. ممكن كمان نخلي الولاد يساعدوا معانا فيها، ان هم يعملوا الكور، ان هم يفردوها شوية واحنا نكمل تظبيط، هتبقى حلوة قوي وهيتبسطوا قوي. هنبتدي نقليها في الزيت وما نسيبهاش كتير يا جماعة، عشان هي ما بتاخدش وقت خالص عشان ما تتلسعش او لونها يغمق. اول ما تاخد لون ذهبي حلو كده فاتح، هبتدي اقلبها على الوش التاني على طول. بصوا اول ما بتنزل في الزيت بتبتدي ترفع وتتنفخ كده. بجد يا جماعة الفطاير دي هشة جدا وحلوة قوي، هتعجبكم وتعجب الولاد، وكمان فطاير اقتصادية كده في الغلا والاسعار اللي احنا فيها دي، اي حاجة حلوة كده تبسط. هخلص كل الكمية بتاعتي قلية في الزيت وبعدين نشوف شكلها بقت عاملة ازاي. دي فطايرنا النهاردة، بصوا ال3 كوبايات دي عملوا الكمية دي كلها. حلوة جدا، وممكن تقدميها مع كذا حاجة وتقدميها بكذا طريقة. شكلها بصوا جميل ولونها فاتح وحلو قوي. تعالوا نشوف قدمناها. ودي كانت وصفتنا النهاردة، الفطاير المقلية بالسكر، فطاير اقتصادية ولذيذة وجميلة قوي وموفرة، هتعجبكم وهتعجب الولاد قوي. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت واشتراك وتفعلوا الجرس ويوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. بحبكم، هتوحشوني، والسلام عليكم. انا عن نفسي الطريقة الامثل اللي بحبها ان تجيبي الفطيرة سخنة كده وترشي عليها شوية سكر بودرة، تحفة، بيوديها في حتة تانية جميلة جدا جدا، بتبقى طعمها عامل زي طعم البغاشة كده او الدنش اللي بالسكر. طبعا مش مع الفارق طبعا عشان محدش يعني ينتقدني وانا اللي انا بقوله، بس هي طعمها حلو قوي ونفس الهشاشة والتوريقة ومع السكر بتديكي طعم جميل، والله بجد هي حلوة جدا.
تعالوا نفتحها مع بعض ونشوف شكلها من جوه عامل ازاي، ونشوف التطبيقات والتوريقة اللي احنا عملناها ان احنا طبقناها كذا مرة. بصوا خلت فيها كم يعني كذا طبقة، شوية طبقتين كده مطرح ما احنا طبقناهم كذا مرة. بجد جميلة جدا وحلوة قوي. هم عملوا معايا ال7 فطيرات دول. عايزة تصغري حجمهم هيدي معاكي اكتر، عايزة تزودي كمية الدقيق ممكن. وممكن نقدمهم بطريقة تانية، انا قدمتهم برضو ممكن تاكليهم مع جبنة وعسل ابيض، ممكن تقدميهم مع عسل اسود، مع جبنة بطماطم، مع جبنة قديمة. الفطاير دي ممكن تحطيها مع اي حاجة انتي حباها، واي حاجة تاكليها بيها، ومع كوباية شاي بلبن كده، وبألف هنا وشفا عليكم.